هجمه على النادي الاهلي. عمرو حسن يلعب الضربه الركنيه من على القايم القريب، يطلع تاني حسام عاشور على حدود 18 النادي الاهلي. محمود عبد الحكيم يردها، انما طالع احمد عادل. مش ممكن اللي فاتت، مش ممكن اللي فاتت، مش ممكن. جول. ادى تسلل ولا ادى جول؟ ادى ايه؟ ادى جول. الهدف الاول لبتروجيت. مش ممكن الكره اللي فاتت. واحد دون مقابل لبتروجيت من خطأ ساذج احمد عادل عبد المنعم اللي طلع وقريب جدا للكوره. وكأن قدر النادي الاهلي ان يبقى فيه مشكله كده، رغم النادي الاهلي لسه بنقول ليه شكل كويس جدا النهارده وبيروح بهجمات كتير على مرمى نادي بتروجيت. ادي اللعبه من اولها اهو. الراجل اللي رايح ده مش متسلل، اللي متسلل اللي راجع. راح اهوت وضغط في اللعبه اللي فاتت وخدها من فوق احمد عادل عبد المنعم. وهدف اول ليه النهارده فريق بتروجيت. محمود عبد الحكيم اللي عمل تمريره مفيش احلى من كده جوه المنطقه. وجاي منين كريم ذكري تقمص دور الفيرود وهو اللي سند الكره وعملها على طبق كده من ذهب لكوفي بوكوي. واحد دون مقابل لبتروجيت على النادي الاهلي مع اول 8 دقائق يصعبوا المهمه بعد ما النادي الاهلي كان عاوز يتقدم بهدف. بتروجيت هو اللي يسجل.